من هي المفتشة شذى السرغيني؟ معلومات عنها. المفتشة شذى السرغيني هي مفتشة تربوية مغربية توفيت مؤخرا متأثرة بإصاباتها في حادث سير مأساوي وقع أثناء تأدية واجبها المهني في إقليم العرائش بالمغرب. شذى السرغيني كانت مفتشة تربوية تعمل في الإقليم المديرية الإقليمية للتعليم العرائش، إقليم العرائش، المغرب. حسب المصادر يذكر أنها من مواليد عام 1982. كانت تؤدي مهامها في إطار التفتيش التربوي وتتنقل مع زميلة لها إلى مدارس مؤسسات تعليمية في مناطق نائية أو خارج المدار الحضري. ما حصل؟ الحادث والوفاة في 24 نوفمبر 2025 وأثناء عودتها من مهمة تفتيش تربوي رفقة زميلتها صفاء الزياني على متن سيارة تابعة لمديرية التعليم بالإقليم. وقع حادث سير مروع على الطريق الجهوية رقم 410 قرب قنطرة صب الماء بمدشر جماعة تطفت. بحسب المصادر انفجر أحد الإطارات فجأة مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها من أعلى القنطرة نحو مجرى مائي أو منحدر. أسفر الحادث عن وفاة زميلتها صفاء الزياني على الفور. شذى السرغيني أصيبت بجروح خطيرة ونقلت إلى المستشفى الجهوي محمد السادس في مدينة طنجة حيث خضعت للعناية المركزة. كانت شذى السرغيني في مهمة تربوية رسمية رفقة زميلتها المفتشة صفاء الزياني. تعرضتا لحادث سير مروع في الطريق الجهوية رقم 410 قرب قنطرة صب الماء في نواحي القصر الكبير. أدى الحادث إلى وفاة زميلتها صفاء الزياني على الفور، بينما نقلت شذى إلى المستشفى الجامعي بطنجة في حالة خطيرة. وبعد صراع مع مضاعفات إصاباتها البليغة فارقت شذى السرغيني الحياة لتلتحق بزميلتها في فاجعة هزت قطاع التعليم في المغرب. خلف هذا الحادث حزنا واسعا داخل أسرة التعليم والنقابات التعليمية التي طالبت بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى تهالك سيارات المصلحة وعدم صلاحيتها للاستعمال.